انت عارف ايه الفرق بين الغني المتكبر والفقير المتكبر؟ الغني المتكبر انت هتشوف ان هو متكبر بسبب ان هو معاه عربية، معاه فلوس، لابس احلى لبس، فانت هتفتكره متكبر. وهو ممكن ما يكونش متكبر، بس الحاجات اللي معاه بتبين لك ان هو متكبر. لكن المشكلة في البني ادم التاني اللي هو فقير ومتكبر. في يوم من الايام انا كنت شغال في مكان، كان في واحد شغال معانا، كل شويه يجيب لك مثلا ساعه جديده يفضل يعملها لنا كده. انا جبت ساعه جديده، يجيب كوتش جديد يعمل لك كده، عايز يبين بقى ان هو جاب كوتش جديد. يجيب لك طقم جديد. يفضل يروح ويجي بيه كتير عشان يبين. انا افضل مثلا ابص من بعيد كده، عايزني ابص عليه من بعيد، او اي شخص تاني مثلا من اللي شغالين معاه او الزبون ذات نفسه يبص عليه من بعيد مثلا يشوفوه جاب طقم ولا ما جابش، عشان تفضل بقى تشكر فيه. الواد ده غني، بيعرف يجيب كوتشي، جاب ساعة، جاب طقم جديد والحاجات دي. المهم، انا في يوم من الايام زنقته بصراحه. قلت له انت يا عم عمال ترسم علينا على ايه وعمال تتكبر عليه، عشان كان بيعمل حركات مستفزه. يقول لك انا ما بخافش من حد، يقول لك انا ما فيش مني اتنين، يقول لك مش عارف ايه، ويفضل يجيب لك علبه السجاير يفضل يعملها كده اهو اهو قدام الكاميرا، ويبين لي ان هو بيجيب سجاير. طب يا عم يعني هنعمل لك ايه طيب؟ المهم انا قلت له انت عمال تترسم علينا ومش عارف ايه، زعل واتقمص وبتاع. بعد كده جيت كلمته وبقينا مختصرين وكل واحد في وادي. المهم ما بقاش بيرسم الرسومات دي كلها علينا تاني. المشكلة في ايه؟ مش في حتة انك انت تبقى فقير ومرتبك على قد 4000 ولا 5000 وتيجي تجيب لك طقم ولا تجيب لك كوتش ولا بتاع. لا يا عمي، ده انا اتمنى لك انك انت تجيب احلى طقم واحلى كوتش واحلى ساعة وتروش على حالك. بس انا عن نفسي او اي شخص تاني لما يجي يشوفك جايب كوتشي ولا حاجه جديده هيقول لك من نفسه هو ايه يا عم الجمال ده، ايه يا عم الشياكه دي، ايه يا عم حته الكوتشي الجميله دي، ايه يا عم حته الساعه الجباره دي. بس لكن انت ما تتكبرش على الناس بشويه الفك اللي بتاخدهم اخر الشهر. معلش، ما انا هقول لك شويه فك عشان خاطر انا شايفك مغرور ومتكبر او بتتكبر على الناس. لكن لما اشوفك متواضع ومحترم هقول لك مثلا على المرتب اللي بتاخده ده، مرتب يا عم محترم وكويس واحمد ربنا. وطور من نفسك، اللي هو ما تحطش ايدك على خدك وتقول خلاص انا يعني هتماشى بالمرتب ده. لا يا عم، طور من نفسك، ولو شفت شغلانه احلى منها اشتغلها وكده. وعادي يا عم، مفيش مشاكل انك انت تروش على حالك وتجيب لك حته كوتشي نظيفه، تجيب لك حته تيشيرت حلوه، حته ساعه حلوه زي ما قلنا، تخرج لك خروجه. المهم بقى الشخص ده من ضمن الصفات المستفزه اللي كان بيعملها برضه والحركات المستفزه، كان لما يجي يطلب اكل يقول الو انا عايز وجبه فراخ، فصاحب المطعم يقول له ايه، حاره ولا بارده يا فندم؟ يعني الوجبه فيها شط ولا ما فيهاش؟ يقول له حاره ولا بارده؟ ايه حاره ولا بارده؟ سبايسي سبايسي. عشان يبين لك ان هو ايه، بيتكلم اجنبي. يا عم ما هو قال لك حاره ولا بارده، ما تقول له حاره ولا بارده، ولا عشان تفضل ترسم سبايسي سبايسي. ايه هو السبايسي؟ عارفين يا عم ان سبايسي يعني بالشطه، حاره يعني ايه، هنعمل ايه يعني؟ بس فانا عن نفسي ما عنديش كلام اكتر من كده اقوله، واكيد فهمتوا المغزى من الكلام اللي انا بقوله، وانا مش بتريق. انا قلت لكم القصه بتاعتي مع الشخص اللي زي ده. يعني انك انت لما تكون غني ومعاك فلوس خلاص هيبان قدامنا ان انت غني ومعاك فلوس. لكن مش معاك فلوس ومرتبك على قد ومتواضع، يا عم احنا كلنا هنرفع لك القبعه والراجل ده متواضع ومكافح. لكن يبقى مرتبك شويه فك اخر الشهر معلش، وتيجي تتكبر على الناس وتشوف حالك على الناس، ساعتها هتلاقي اللي يقول لك انت يا عم عمال ترسم علينا على ايه؟ ده انت مرتبك على قدك، ده مجرد سد خانه وهتتكسف انت في الاول وفي الاخر. بس كده خلص الفيديو، واتمنى تكونوا فهمتوا الفكره بتاعتي، وما تنسوش الاراء بتاعتكم في الكومنتات، واستنونا في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.